السلام عليكم. هنعمل النهاردة أحلى جاتو اقتصادي. تعالي وانا اقولك نعمل أحلى جاتو اقتصادي لذيذ وجميل وكمان على قد الإيد. هنعمل 20 قطعة من الجاتو القمر اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده خرافة. أنا شيرين ودي قناتي حلو وحادق مع شيرين. لو عجبك فيديو النهاردة اوعي تنسيني في اللايك وفي الشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. أول حاجة عندنا هنحضر الخلاط بتاعنا وننزل بكوباية من الحليب أو اللبن الدسم كامل الدسم. هننزل عليهم بكوباية من السكر، وهننزل عليهم بحوالي 5 معالق من الكاكاو الخام. طبعا الكاكاو اللي انا مستخدماه كاكاو اسباني. نزلت بكوباية زيت وضربنا كل المكونات دي مع بعضها. انا هنا عايزة كل المكونات تتجانس كويس جدا مع بعضها عشان هاخد احلى صوص شوكولاتة اقتصادي في الدنيا. هنا اقدر اقولك ده احلى صوص اقتصادي بجد، حلو جدا. شايفين اللمعة، شايفين التماسك بتاعه. ممكن تستخدميها شوكولاتة دهن عادي جدا زي الشوكولاتات الماركات الحلوة. لو عايزة مثلا تحطي عليها نسكافيه بندق هتديكي طعم الشوكولاتة بالبندق اللي احنا بنشتريها يعني بأغلى الأسعار. هننقص بقى حوالي كوباية وربع كده من الصوص ده، وهنركنه على جنب خالص، مش هنحتاجه دلوقتي. هنحطه في التلاجة وهنشوف هنعمل بيه ايه. ما شاء الله قوام الصوص حلو وطعمه لذيذ جدا. زي ما انتوا شايفين القوام حلو جدا واللمعة بتاعته خطيرة. ما استخدمناش اي نوع من انواع الشوكولاتات، كل اللي استخدمناه كاكاو، بس طبعا الكاكاو يكون نوع اسباني كويس. وبقية الخليط زي ما انتوا شايفين نزلنا عليه ب3 بيضات. ده الخليط المتبقي في الخلاط، احنا تقريبا قسمناه. هنحط عليه بقى 3 بيضات وهنضيف عليه فانيليا. انا الفانيليا المتاحة عندي سايلة، لو انت عندك فانيليا بودر مفيش اي مشكلة، بس عايزة اقولك الفانيليا السايلة حلوة جدا. هننزل بقى بكوباية من الحليب زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اللبن هنا كامل الدسم. وهننزل كمان بكوباية من الزيت. ما شاء الله عايزة اقول لكم بقى الخليط ده روعة. احنا كده بنخلط المكونات السائلة بتاعتنا كويس جدا. بعد ما خلطناها بنجهز بقى هنا كده على جنب زي ما انتم شايفين 2.5 كوباية من الدقيق. مش شرط دقيق كيك، اي دقيق متعدد الاستخدامات تقدري تستخدميه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله 1.5 كوباية من الدقيق. طبعا انا هننخلهم عشان ندخل فيهم هوا كده والكيكة بتاعتنا تبقى مفرغة وتبقى حلوة. وهننزل عليهم بباكو بيكنج باودر كيك شيف. نزلنا بقى بالمكونات السائلة بتاعتنا على الدقيق بعد ما نخلناه هو والبيكنج باودر، وهنبتدي نقلب بقى خليط الكيك بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لازم بصوا احنا هنا ما استخدمناش مضرب كهرباء ولا اي حاجة، احنا استخدمنا خلاط ومضرب يدوي بسيط جدا. قلبي بقى الكيك هتلاقي القوام بيتقل معاكي، مفيش اي مشكلة. المهم ان احنا ما يبقاش عندنا اي تكتلات من الدقيق. نقلب كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن برضو تستخدمي الاسباتيولا كده وتحاولي ان انت تجيبي من تحت لفوق كده عشان لو في اي تكتلات من الدقيق تدوب مع الخليط بتاعنا. كده الخليط معايا جاهز، ناقص له خطوة واحدة بس، واللي هي نص كوباية مية مغلية. نص كوباية مية مغلية من الكاتل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنضيف على الكيك. طب المية المغلية دي ما تعملش البيض اومليت، لا خالص، ما فيش الكلام ده. واوعوا تخافوا من اضافة مية مغلية على اي نوع كيك. عايزة اقول لكم الاضافة دي بتخلي الكيك يعني تحفة بجد، والقوام والملمس بتاعه ناعم جدا. زي ما هتشوفوه ان شاء الله في نهاية الفيديو اكنك بتاكلي جاتوه بالظبط.
زي ما انتم شايفين الخليط بقى كده ظبط معايا، وبقى انسيابي حلو جدا، وهو ده القوام اللي احنا محتاجينه في الجاتوه بتاعنا النهارده. انا بقى عايزه اعزز اللون شويه، فنزلت بمعلقه كده من صوص الشوكولاته اللي احنا جهزناه في الاول، عشان بس لون الكيك يغمق معايا شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام قوي كده، الدنيا زي الفل ما شاء الله تبارك الرحمن. عايزه اقول لكم ريحتها يعني جباره، مش عايزه اقول لكم من قبل ما تستوي والله ريحتها حلوه جدا جدا جدا. جبنا القالب بتاعنا ده 30 في 30، دهنا بقى بالزيت زي ما انتم شايفين كده، وغلفناه بالدقيق، وهننزل بيه خليط الكيك بتاعنا بالشكل ده. كميه الكيك دي او المقدار ده يكفي صينية 30 في 30، طبعا مقاس حلو جدا. وعايزة اقول لكم المقاس ده قطع لي حوالي 20 قطعة من الجاتوه. وانا مقطعة يعني برضو قطعة مش صغيرة، قطعة متوسطة. لو انت حابة تقطعي قطعة اصغر من كده طبعا هيقطع معاكي عدد اكبر من قطع الجاتوه. انا هنا بقى بساوي كده بالاسباتيولا الكيك بتاعي في الصينيه بالشكل ده، وهحاول ان انا اهز كده عشان توصل لاركان الصينيه، وخبطناها خبطتين كالعاده. وهنجيب بقى ظهر معلقه او ستيكس بتاع الشيش تاوك، وهنمشي كده الحلزونه كده عشان اتاكد ان مفيش اي فراغات، وان الكيك مستوي معايا في القالب بتاعي. دي كانت اخر خطوه قبل ما ندخلها فرن مسبق التسخين 180 على الشبكه اللي في النص. حوالي نص ساعه ما فتحتش عليها، وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبنا شوكه بقى وعملنا فتحات بالشكل الجميل ده، ونص كوبايه لبن عادي جدا بدرجه حراره المطبخ، وضفناها على الكيك بتاعنا. طبعا الكيك بارد واللبن بارد، ودي حاجة مهمة جدا، عشان لو حطيتي اللبن على الكيك وهو سخن بيعجن ومش بيبقى لطيف. هنسيبها بقى تتشرب في اللبن كده، وهنعمل طبقة الكريم شانتيه بتاعتنا. كيس كريم شانتيه، وعايزة اقول لكم بقى يعني قليل جدا، حاسة ان هو يعني خسرون نص تقريبا. نزلنا عليهم بربع كوباية من اللبن، وضفنا بقى ربع كوباية تانية واحنا بنضرب كده، وبقت جاهزة معايا بالشكل ده. طبعا استخدام اللبن في اي نوع من انواع الكريمات بالذات الكريم شانتيه لازم نستخدمه لبن مثلج، لازم يبقى فيه قطع تلج كده، عشان مادة الجيلاتين الموجودة في الكريمة تبتدي ان هي يعني تتفاعل، ويحصل الفوليوم اللي انتوا بتشوفوه في الكريم شانتيه. احنا هنا بقى بنفرد كده الكريمة بتاعتنا على الكيك. ممكن تكتفي بالخطوة دي على فكرة، وهتبقى تحفة وهتبقى جميلة جدا. بس زي ما انتوا عارفين احنا شايلين بقى يعني كوباية كده من صوص الشوكولاتة اللي انتوا شايفينه ده. طبعا شيء زي ما انتوا شايفين تماسك بقى كده في التلاجة وبقى تحفة. يعني عايزة اقول لكم حاجة كده تبارك الرحمن، شايفين الجمال ما شاء الله، احلى صوص شوكولاته في الدنيا. وطبعا هنقدر نخففه بالسمك اللي احنا محتاجينه. ضفنا بقى حوالي ربع كوبايه من اللبن كده، وقلبنا. قلبي بقى لحد ما توصلي للقوام اللي انت محتاجاه. احلى جناش شوكولاته في الدنيا. شايفين اللمعه، شايفين الجمال ما شاء الله. بس اهم حاجه الكاكاو والزيت المستخدم في الصوص ده يبقوا كويسين، هيطلع معاكي صوص شوكولاتة اقتصادي 100%. شايفين ما شاء الله لمعة يعني جميلة جميلة جميلة. مهما جبتي صوص شوكولاتة من بره ما بيبقاش فيه اللمعة الحلوة دي. قلبنا بقى الصوص كويس جدا، وخلاص مفيش اي حاجة ظاهرة من اللبن اللي احنا ضفناه. وهننزل بقى على الكيك بتاعنا. عايزة بقى تعمليها نص ونص، عايزة تعمليها كلها بالصوص، زي ما انت حابة اعملي. عايزة تزودي عن كده مفيش مشكلة، اعملي حبة صوص وزودي اللي انت عايزاه اعمليه. بصوا الديكوريشن ده
بتاعك انت. يعني احنا بنجتهد وبنعمل الحاجة يعني العادية. لو انت حابة بقى تعملي اي اختراعات تانية، عايزة تحطي كراميل، عايزة تحطي صوص فراولة، نص شوكولاتة ونص فراولة، زي ما انت حابة دلعي ولادك واعملي اللي انت عايزاه. كتبنا بقى حرف الاتش كده عشان طبعا نبارك لشهد بالنجاح في الثانوية العامة. ألف مبروك يا شهودة، ومن نجاح لنجاح إن شاء الله. حاجة بسيطة كده قدرت إن أنا أفرحها بيها في البيت. وإن شاء الله تبقى مرحلة جديدة طبعا عليها وعلى كل ولادنا وكل حبايبنا اللي كانوا في الثانوية عامة السنة دي، بالتوفيق إن شاء الله في المرحلة الجاية. هنبتدي بقى نقطع الكيكة بتاعتنا. طبعا أنا سبتها في التلاجة حوالي ساعة عشان بقى كده الكريمة تتماسك وصوص الشوكولاتة اللي فوق ده يتماسك. ما شاء الله حاجة كده جميلة جدا جدا. يعني عايزة اقول لكم السكينة كده ماشية كده ايه يا جماله، جاتو يعني. سميه بقى جاتو، سميه جاتو شاتو، زي ما انت عايزة تسميه سميه. المهم حاجة حلوة فرحت الولاد، حاجة نظيفة في البيت، ما كلفتناش حاجة، كل حاجة موجودة عندنا في البيت. بألف هنا وشفا طبعا على كل حد أكل منها. وأتمنى أن انتوا طبعا تجربوها واعرف رأيكم في الكومنتات. هي سهلة وبسيطة وسريعة، تقدري تجهزيها في وقت يعني بسيط جدا. تعالوا بقى يلا نطلع قطعة كده ونطمن كده ايه الأخبار وايه الدنيا، وهتطلع معانا كويسة ولا ايه شكلها. يلا نجرب كده، بسم الله تبارك الرحمن. شايفين ارتفاع الكيك، شايفين الطبقات ما شاء الله، شايفين لون الجناش اللي احنا حطيناه، حاجة كده يعني تبارك الرحمن خطيرة. والله حاجة البيت يا جماعة مفيش احسن منها، صدقوني. احنا ما نعرفش اللي بره دول بيستخدموا بيض نوعه ايه ولا زيوت شكلها ايه. شايفين الجمال، ريحتها خطيرة، والشكل والارتفاع تبارك الرحمن. بصوا بقى الملمس، شايفين اللبن اللي احنا سقينا بيه الكيك، مخلي الكيك غني وطري وحلو جدا جدا. طبعا انا مش قادرة اقاوم يا جماعة بصراحة. كلتها انا بقى القطعة دي وحطيت لكم حتة تانية بقى كده عشان التصوير. لازم بقى نكمل اهو. شايفين ما شاء الله الصينية نقصت حتتين في ثانية الا ثانية. ألف هنا طبعا وشفا على كل حد أكل منها. طبعا احنا قطعنا بقى قطع الجاتوه. حبيت ان انا اوريكم الحجم بتاعها. دول قطع لي حوالي 20 قطعة. دول بقى اللي احنا اكلناهم، والباقي بقى كان في الصينية. طبعا بألف هنا وشفا على كل حد دقها، وبشكركم جدا طبعا على متابعتي. ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.